اخويا الزملكاوي السلام عليكم. حلقه النهارده جايين نتكلم فيها على قناه الدوري المصري، بس قبل ما ابدا انزل يا ابني بالانترو. نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا النهارده انا كنت جاي اتكلم وكاتب في الورقه بتاعت حاجات كتير قوي في لقاء نادي الزمالك ونادي المقاولين العرب، حاجات كتير قوي. فجاه بص على التلفزيون لقيت حسام عبد المجيد قال لي خد، وضربني مقام على وشه وقال لي فوق انت عايز الزمالك يكسب وفي انتصارات ونعدي وكلام. هو احنا كده طول عمرنا عندنا مشكله في ايه؟ ان احنا اول اسباب خساره نفسنا بتبقى من نفسنا، من ايدينا. من ساعه ما شجعت نادي الزمالك ويجي الوقت اللي انت هتبدا فوق بيه او تفوق فيه تلاقي واحد من اللعيبه تيجي غرزك تغرز تاني مطرح ما كنت هتقوم. النهارده كنت اتمنى وكنت اقول لك حاجات كتير ان احنا كسبنا واول فوز للمدرب الجديد وهقول لك شعر وكلام كتير وان شاء الله نعدي والمدرب الجديد ودفعه معنويه وكلام كتير، لكن دي ميزه ان انت مشجع الزمالك، ان انت تتعالج. والله يخليك تتعالج. امبارح كنت بقول لك حلقه كويسه ومبسوط وفرحان وغرامات وبتاع وفلوس ومرتضى منصور مشي، لكن النهارده جاي هعكنن عليك تاني. اخويا الزملكاوي هعكنن عليك تاني. هتقول لي فيه؟ اقول لك احنا دلوقتي اللعيبه ديت انت شايف اللعيبه دي تقدر تكمل الموسم ده؟ لا، بس انت غصب عنك معتمد عليهم. فالطبيعي ايه اللي هيحصل؟ مستواهم ما يكونش اوحش، يعني ناشئين انك تطلعهم مستواهم مش هيكون اوحش من اللي بيقدمه الفريق الاساسي اللي هو من ضمنه حسام عبد المجيد اللي كان مكسر الدنيا الموسم اللي فات بسبب ان هو كان طالع وعايز ياكل النجيل. النهارده جمهورنا لازم يسميه ماتيب ليفربول، المدافع مش عارف ايه، وعمال يدعم في اشباه لعيبه. المشكله انا مش مع فكره الدعم، انا مع فكره ان انت عندك لاعب يحس بدعمك انت وزعلك انت. النهارده احنا عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. بنرجع نقطه الصفر تاني، تعادل بطعم الخساره. بقالي كذا حلقه بقول لك اهم حاجه المكسب، المكسب يجيب مكسب والفوز يجيب فوز والزمالك المفروض يفوز وكلام كبير، وفي الاخر ولا حاجه من دي حصلت. الزمالك لعيبته ديت المفروض، عشان كده قلت لك انا مش مع فكره وجود كابتن مدحت عبد الهادي يكون فكره موجود احمد مجدي وابو عبد. لازم يبقى في حد في الجهاز يمسك اللعبه دي يسلخها، يعرفوا وقت حسام عبد المجيد ده الغلط ده ما يشوفش فيه الدكه حتى لمده شهر عشان يعرف هو قد ايه غلط. لكن انت هتلعبه الماتش الجاي عشان ما عندكش بديل، او البديل اللي موجود مش هيبقى احسن من حسام عبد المجيد. فتخيل احنا وصلنا بفضل الاداره لفين؟ ان الموسم ده انا عايز يخلص باي طريقه، متضايق. مش ده السكواد اللي هيروح يكسب الاهلي في السوبر، مستحيل. وخلينا نصوح من دلوقتي واقول لك ان الاهلي عنده نسبه نجاح في السوبر بنسبه 90%، مع ان دي لقاءات قمه. بس هقول لك على حاجه، الاهلي باين النهارده الاهلي بيكسب سموحه 2-0، واللي يخلي الاهلي الفتره دي مكمل المستوى ده حاجه واحده بس بالنسبه لي. هتقول لي ايه مدرب؟ هقول لك لا، وسط ملعب النادي الاهلي مروان عطيه واليو ديانج والقندوسي، نص ملعب النادي الاهلي مسيطر، وهو فعلا عايز تبني فريق. عندك حاجتين، نص الملعب والجون، لو دول امنتهم على الاقل خالص مش هتضمن خساره. الاهلي النهارده ربنا يحمي مروان عطيه بامان. ما تقولش انت زملكاوي، لا هقول لك لان انا كنت عندي شغف كبير في دونجا انه يغطي الفراغ اللي سابه طارق حامد وده ما حصلش، فلازم ابص اشوف مين اللي مبدع في الدوري اللي هو مروان عطيه. وبقول لك بكل عدل، انا مش هاجي اقول لك يعني ايه، اقول لك ازاي، مش هقول لك ده وحش وهو حلو، مش هقول لك ده حلو وهو وحش، مش هغير رايي، مش هغير قراراتي. والحلقه اللي فاتت عمال يقول لك انا فرحان ومبسوط وهنشيلنا مرتضى منصور، طالع النهارده يقول لك انا مش ماشي. يا عم مفيش دم، والله ما في دم. يقول لك انا مش ماشي. الجمعيه العموميه الله يخرب بيتها هي اللي جابتني، والله يخرب بيتها برضه هي اللي هتمشيه. يا عم انا مش عارف وزير الشباب ورا فين، والناس دي واتحاد الكوره فين، والناس دي كلها بتعمل ايه؟ ما هو قاعد في النادي وبيتكلم عادي، واللي يغيظك ويحرق دمك في الخبر التاني اللي جاي لك بيه ان هم هيفوضوا الاستاذ الدكتور معالي الوزير احمد مرتضى منصور عشان يمسك رئيس نادي الزمالك. يا اختي يا اختي يا اختي، تخيل بقى، شفت العتها اللي احنا وصلنا فيه. لو الاهلي، وهقول لك ما تقعدش تقول لي كل شويه انت بتقارن، اقارن بالاهلي لان الاهلي لو حاسب على نفسه ولا كان الصبح جه انتخابات. ليه اللي بيحصل في الزمالك ده؟ هو احمد مرتضى منصور ده المشكله انه هيبقى رئيس للبعثه كمان في لقاء السوبر والامارات. يا لا والله العظيم كلامي بجد، انا ما عنديش شغف ان اتكلم معاك في حاجه ولا اقول لك الناس ده هيبقى كويس. مش عايز اكذب عليك واعشمك لان كل حاجه باينه. النهارده اللي واضح في لقاء نادي الزمالك ونادي المقاولين العرب هو حمزه المسلوسي. انا قلت لك قبل كده مش مع فكره بقى حمزه المسلوسي ولحد النقطه دي عندي، لكن الراجل بيقدم مستوى كويس واتطور، وكان نفسي الزمالك يكسب الماتش ده عشان اقول لك ان حمزه المسلوسي اتطور كتير قوي
وكان في الواحد النهارده بيعدي، وكان في ثقه، وكان بيقاتل زي ما يكون الراجل حاسس على دمه. وهو اصلا من اول موسم بيحس على دمه الصراحه، بس اللعيبه ما بتحسش على دمها ليه؟ الراجل النهارده بيحارب، بيقاتل، بيجي على كل كوره، يعني بيحاول يغير من نفسه من طريقه لعب، لكن بيطور نفسه. لكن اللعيبه دي فين؟ والله انا زي ما قلت لك مش عايز اتكلم معاك كتير، لاني مش مقتنع ان اللعيبه دي هتعمل موسم كويس. اللي هو الموسم الكويس بالنسبه لي ايه؟ انه يحقق مركز تاني، فاهم؟ او يا راجل رابع او تاني عشان نحقق الفضليه، لكن احنا كده مش هنحقق حاجه، والله ما هنلحق حاجه، وربنا يستر. وكنت قبل ما الحلقه عايز اكلمك في نقطه معينه، وهقول لك برضه مقارنه بالاهلي والزمالك. النهارده محمد الشناوي شفت الكوره اللي في الله وفي احمد حكم ليه؟ ده كابتن النادي الاهلي المفروض، يعني ده كابتن النادي الاهلي ضرب لاعب، العقوبه هتكون موقعه عليه ايه؟ اللي هي اقصاها 3 مباريات، ضرب بدون كوره 3 مباريات وطرد مباشر. تخيل بقى لو احنا يا لهوي ده كان سالهم سلخوني اقسم بالله. في النهايه دي كانت اخبار النهارده، ما كنتش عايز اتكلم كتير عشان مفيش كلام كتير اقول لك، عشان لو اتكلمت راجل كداب ونافع على الفاضي. بس قبل ما انهي تنساش تعمل لايك وفولو وشير، واللي جاي ان شاء الله هيكون خير. كان معاكم الأونز، اشوف حلقه جديده، سلام.